يا صباح الفل والياسمين. النهاردة الحلقة نار وشرار، متعبة جدا. انتوا لو تاخدوا بالكم وانا بتكلم النهاردة وانا هتكلم هكون تعبان لاني قاعد اليوم كله بكتب فيها وبكتب فيها بمشاعري بأفكاري. فانا عمال ارجع للماضي واحط في الحلقة. كان موضوع صعب قوي، فعايزكم تركزوا معايا لانها عصير خبرتي. انا ليه بقول لكم تركزوا معايا؟ عشان انا عرفت ان في ناس بتاكل وهم بيتفرجوا عليا. ما اعرفش ليه، ما اعرفش. انتوا فاكريني الدحيح؟ فاكريني فاكريني حلقات راجل وست ستات اللي على اليوتيوب؟ لا، لا، انا اقل من كده بكتير. يعني ارجوكم ركزوا معايا، ليكم مش ليا، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. تعالوا نتكلم عن الوحدة بشكل صريح شوية، بشكل واقعي. هنقول ان الوحدة نوعين: نوع بيختارك ونوع انت بتختاره. أنا كأدهم مش مؤمن إن لما الإنسان يختار الوحدة تبقى ينفع تتحط تحت مسمى الوحدة. ممكن نسميها انعزال، اختفاء، رغبة في السكون، أو خوف، لكن ما تتسماش وحدة. يعني إيه أصلا الإنسان يختار وحدته؟ يعني خروج مع صحابه مش بيخرج، كلام مع حد مش بيتكلم، تعارف على الناس ما بيتعرفش وبيرفض، حد يدخل حياته بيبعد وبيرفض. حتى لو كان خايف إنه يواجه الخوف، ده شيء اختياري، وهو بيختار إن هو يخاف، بيختار إنه يستسلم لده، فبيختار إن هو يكون لوحده ويبعد عن كل ده. فلو تلاحظوا معايا إن الشخص ده حواليه ناس كتير قوي، حواليه فرص كتير قوي، بس هو اللي بيرفض وهو اللي بيبعد. طيب إيه النوع التاني؟ النوع التاني هي إن الوحدة هي اللي تختارك. يعني ممكن الشخص يكون حواليه ناس كتير قوي وفرص كتير جدا، وهو مش بيقول لأ خالص، بيخرج ويتعرف ويتقابل ويدي فرص للناس، بس على الرغم من ده فهو حاسس بالوحدة. وده بقى الشعور اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة، والشعور اللي بيودينا لحتة الجوع العاطفي، والشعور اللي بجد أنا بعتبره وحدة، مش زي المثال الأولاني أو الاختيار الأولاني. أنا هاقول لكم على شوية مواقف، والإحساس اللي هتحسوه من الوحدة هو ده اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة. خرجتوا خروجة حلوة جدًا مع صحابك وانبسطتوا وعملتوا حاجات كتيرة وحوارات، بس كل واحد روّح بيته وأنت روّحت بيتك، ما لقيتش حد تحكي له أي حاجة خالص من اللي حصلت النهاردة تشاركه يومك، ما فيش. فقُمت نايم، متضايق جدًا وعايز تفضفض وتطلّع اللي جواك من غير تفكير، عايز تتكلم بأريحية، عايز حد يهتم بزعلك ويسألك ويهتم بإحساسك، بس ما فيش. من كل اللي حواليك ما حدش مناسب إنه يعمل لك ده. عايز تحس إن حد مهتم بيك وأنت مهتم بحد، حد بيسأل عليك وبتسأل عليه، حد بتتكلموا، بتتناقشوا، يا عم حتى بتتخانقوا، ما فيش. كل الحاجات دي بتحصل، وممكن يكون حوالينا ناس كتير جدًا، جدًا، ما فيش حد هيدّينا الشعور اللي إحنا عايزينه، ما فيش حد من اللي حوالينا هيحسسنا إن أيوه، أنا ارتحت لمّا عملت كده، ارتحت لمّا اتكلمت، أنا ارتحت لمّا حكيت، أنا مش حاسس إن أنا عايز أحكي لحد تاني غيرك، ما فيش. هو رغم كترتهم بس ما فيش. لمّا نقعد نحس بإحساس الوحدة ده كتير بنتعب. شعور وحش أوي إنك ماشي في الدنيا دي لوحدك، ما حدش بيساعدك، ما حدش بيسمعك، ما حدش بيشجعك، ما فيش حتى حد ماشي جنبك وخلاص، فتلاقي نفسك دخلت في مود وحش، فقدت الشغف، بتعمل كل حاجة من غير نفس. يعني الحاجات اللي كنت بتنبسط بيها ما بقيتش بتنبسط بيها خلاص. ولأن فاقد الشيء يعطيه، فأنت أول ما تشوف حد محتاج إنه يتسمع، محتاج إن حد يقف جنبه، فبتجري عليه بحثا إن هو أو إن حد يديك ده تاني، بس ما بتلاقيش، فبترجع تتضايق أكتر وتزعل أكتر وتحس إن طاقتك مهدورة. لحد كده ده طبيعي وبيحصل لناس كتير أوي. بس الموضوع ده لو ما تعاملناش معاه بالطريقة الصح فأنت هتبدأ تجوع، تجوع للاهتمام، تجوع للحب، تجوع للونس، تجوع إن حد يكون جنبك وخلاص. فالجوع ده بيتحول لنقص جواك، أنت هتقعد تدور على حد يملاه. وبدل وصلنا للحتة دي يبقى احنا في مرحلة الخطر. ركزوا بقى معايا في الحتة دي كويس أوي بعد إذنكم. أول نقطة: بما إن في حاجة جواك بقت ناقصة، فبالتالي أي حد هيديك شعور بسيط بالاهتمام أو بالحب، حتى لو نوع من أنواع المجاملة، فأنت هتلاقي نفسك انجذبت ليه. هو ده الشخص، أنا عايز الشخص ده. فالنقص ده بيحركك إنك تحب أي حد وتنجذب لأي حد، ما هيش فارقة بقى مين أو إزاي أو فين. تاني نقطة: أنت دلوقتي بقيت شخص عايز تملى النقص اللي جواك،
عايز حد يحبك، عايز حد يحسسك إنه موجود جنبك، فأنت ما بقيتش تدوّر في العلاقات كلّها غير على ده، مش عايز غير ده، زي الإنسان العطشان جدًا، جدًا، جدًا وعايز يروي عطشه بأي طريقة، فدخل على ترابيزة مليانة خيرات ربنا، لحمة وفراخ ورز وقام رز الرز لحمة وفراخ وسمك، وقام سايب كل ده وخد المَيّة ومشى. طب الباقي يا ابني مش عايز تاكل؟ لأ أنا خلاص أنا كده أنا كده مبسوط. نفس الكلام يُقع عليك وعليّا برضه. فأنت لمّا تدخل في علاقة عشان شيء معيّن بس، فأنت بتسيب الحاجات التانية الكبيرة المهمة، الإنسان ده مناسب والّا لأ، العيوب أنا أقدر أتحمّلها والّا لأ، المميزات إيه. أصل الاهتمام سهل، الاهتمام أنا ممكن أهتم بيك في ثانية كده، أجيبك سكة على طول وأي حد ممكن يعمل كده، لكن الباقي بقى، فأنت لمّا تدخل في علاقة وتكتشف الإنسان على حقيقته، ممكن ما يطلعش مناسب، ممكن يطلع مؤذي، ممكن يطلع وِحِش، ممكن يطلع مش شبهك، فأنت هتاخد بعضك وتقوم إيه، تمشي، هتمشي إلى أيًا كانت الأسباب اللي أنت مشيت بيها، هتمشي وخلاص لإن مش مناسب، فهتلاقي نفسك واحدة واحدة بتترمي مع الناس اللي عندها نقص زيك كده، هتلاقي نفسك واحدة واحدة بتدخل في علاقات عابرة. situationships، علاقات بدون مسمى، وكل 3 شهور تلاقي نفسك مع حد مختلف في علاقة مختلفة مش مفهوم مسماها، احنا عايزين منها ايه واحنا مين، احنا بنملى فراغ بعض وخلاص وبتخلص برضه. وده هكلمكم فيه كمان شوية. خليني احكي يا نهار اسود، خليني احكي لكم عن تجربتين ليا في الموضوع ده. انا كمان شخص واجه الجوع العاطفي. اول تجربة هحكيها اني انا رديت على واحدة على الانستجرام عندي، واحدة كانت بتكلمني أنا باحبك وباشوف فيديوهاتك وأنت جميل وأنت مش عارف إيه، فأنا رديت عليها واتكلمنا شوية، والكلام الشوية ده بقى شهر ونص من أنتِ عاملة إيه، بتعملي إيه، احكي لي يومِك، قولي لي على يومك، أنت عملت إيه مع أصحابك النهاردة، طب الحوار اللي أنت كنت فيه اتصرفت فيه إزاي، يوميًا ما بنسيبش بعض، بس لإن ده كان بيملى النقص اللي جوايا، فأنا قعدت شهر ونص ساكت مش محدد نوع العلاقة. مش مش باركّز إحنا رايحين فين أو بنعمل إيه، وده غلط. فجيت مرّة واتقمصت، حصلت مشكلة يعني واتقمصت، فجات قالت لي: "أدهم، هو أنت لو صحابك عملوا معاك نفس الحوار أنت هتزعل وتتقمص كده؟" قُلت لها: "لأ، بس أنتِ مش صحابي، أنا باعاملِك معاملة مختلفة عن صحابي، إحنا ما أعتقدش إحنا صحاب." قامت قالت لي: "لأ، إحنا صحاب ومش أكتر من كده." فقُلت لها: "طَب اللي إحنا بنعمله ده والاهتمام والحب والغيرة والشوق ووحشتني ووحشتيني." قالت لي: "ده شعور لطيف وشعور حلو، مش لازم نسميه، بس إحنا صحاب." هنا بقى أنا حطيت نفسي في موقف وِحِش جدًا، جدًا، جدًا. أي جدال أنا هاخده فأنا هاتصَد فيه، لإن فعلًا هي ما قالتليش حاجة، هي ما رتّبتش معايا حاجة، وأنا ما قُلتش كلام من الأول عشان يتوافق أو يترفض عليه، فأنا خدت في وشّي، قطعت معاها، بس قطعت معاها وأنا مكسوف من نفسي. تاني موقف حصل لي برضه، كنت دخلت في مود الوحدة والهرمونات بشكل فظيع، كنت بالليل حتى، فللأسف الشديد حملت واحد من البرامج بتاعة التعارف الحقيرة دي. وبالمناسبة البرامج دي بدون أدنى شك هي بتجمع كل الناس اللي عندها نقص وعندها احتياج وبتحطهم في مكان واحد عشان يقعدوا ياكلوا ويتغذوا على بعض، وأنا كنت من الناس دي ساعتها. فحملت الابلكيشن ده وكلمت واحدة، قعدنا نتكلم كده كتير بالليل وخلاص. صحيت بقى الصبح اللي هو أنا إيه اللي أنا عملته بالليل ده، خلاص فكّني منها، أنا مش عايز أكلمها تاني. أيوه أنا عيل توكسي أنا عارف. فلقيتها بتكلمني: أنت ما سألتش عليَّ النهارده، أنت ما كلمتنيش النهارده ليه، أنت. قُلت لها: بُصّي يا بنت الحلال، أنا ولا بتاع صباح الخير وصباح النور عاملة إيه وبتعملي إيه ورُحتِ فين والجو ده، خلاص إحنا اتكلمنا واتعرّفنا وخلاص خلّينا كده بعيد لبعيد. قالت لي: "لأ، ده في حاجة اسمها stranger danger finger." قُلت لها: stranger danger finger، أنا مش أنا هي قالت الجملة بالإنجليزي وأنا ما فهمتهاش لحد دلوقتي. لحد دلوقتي مش فاهمها. قُلت لها: "إيه stranger danger ده يا بنتي؟" قالت لي: "ده والله العظيم يا جماعة زي ما باقول لكم، 2 غراب أو 2 غريبين عن بعض بيقابلوا بعض ويكونوا على طبيعتهم جدًا، بيحكوا كل حاجة بدون تصنُّع، بدون تكلُّف، والدنيا لطيفة بينهم لفترة بسيطة وكل واحد يروح لحاله. تعالَ جرّب معايا ده، أنا جرّبته قبل كده كتير وحلو ومش عارف إيه." قعدت تشت ت تبيع لي لحد ما اشتريت، وقعدنا أسبوع أنا وهي بنتكلم يوميًا، أنتِ عاملة إيه، أنتِ رايحة فين، أنتِ جاية منين، وحاجات كده إيه، حُب ولفلفة ولا كإننا 2 متجوزين. اتقابلنا واتمشينا على البحر وقعدنا نتكلم وكان الجو جميل ولطيف. هوبا جيت الساعة 12، هوبا الأسبوع خلص، هوبا اختفت، وأنا كمان اختفيت الصراحة وخلص الموضوع.
ولا كأن كان في أي حاجة، ولا كأن في مجهود اتبذل، ولا كأن في اهتمام وإعجاب كان موجود، ولو كان موجود فهو كدب، 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 كدب. دول حكايتين من أصل حكايات كتيرة أوي، أنا دخلت في الحاجات دي كتير أوي لإني كنت ضحية للجوع العاطفي ده، بس للأسف دي نوعية الناس اللي بتقابلهم لما أنت بتمشي ورا جوعك العاطفي، لإنك جعان عاطفيًا فبتقع مع ناس جعانة عاطفيًا، وزي ما قلت لكم في الحتة اللي أنا قلت لكم ركزوا فيها دي، لما تكون جعان عاطفيًا فأنت عايز حاجة معينة بس تاخدها وتمشي على طول. فأنت بقى فاكر هتنبسط، لكن بالعكس أنت هتبقى وحيد أكتر، لأن ثقتك هتتهز بالناس، ومعاك تروما أكبر، وحاسس بالرخص وقلة القيمة، لأنك بتشوفهم عايزين منك الحلو بس، لكن الوحش اللي فيك العيوب مش مقبولة، مش عايزينها، فتحس بعدم الاستحقاق، تحس ان انت قليل قوي واقل من ان حد يقبلك على عيوبك، والنقص بقى اللي انت بتملاه بيزيد عندك، لان الاشكال اللي انت هتقع معاهم دول هيدوك جرعة من الادرينالين وبعدين ياخدوها تاني، فانت هتقعد تدور اكتر وتبقى جعان اكتر، وهتقعد تنزل تنزل لحد ما يزيد الموضوع معاك وتبقى قيمتك قليلة بجد فعلا مش كلام، وثقتك بنفسك تقل فعلا، وكمان ما تقدرش تتعامل في علاقة صحية، وكمان بقى الحاجة الأكبر والأخطر من كده إنك فعلا مش هتعرف تعيش من غير علاقة مؤقتة في حياتك، يعني مش هتعرف تشتغل كويس، تفرح، تنبسط، يكون عندك شغف، إلا لو كان في حد في حياتك بعلاقة عابرة يقعد يتكلم معاك ويشاركك، فأنت لو ما فيش الحد ده فأنت مش هتعرف تعيش خالص، أنت كده اتدمرت يا باشا. دي مرحلة صعبة جدا، ومتأكد مليون في المية إن في ناس بتتفرج عليا دلوقتي وصلوا للمرحلة دي، اللي هم مش قادرين يعيشوا من غير حد في حياتهم حتى لو كان مؤقت. وأنا وصلت للمرحلة دي، أنا وصلتها وعديتها، أنا بقول لك هي آخر مرحلة بس بتتعدى عادي، الدنيا معايا لطيفة جدا. قبل ما أكلمكم عن الحل تعالوا نلخص كل اللي أنا قلته. معلش، معلش عشان خاطري، إحنا دلوقتي عرفنا إن عادي الإنسان يكون حواليه ناس كتيرة قوي بس برضه لسه حاسس بالوحدة، لأن من الناس الكتيرة قوي دول مفيش حد بيديله الإحساس اللي هو محتاجه، وده طبيعي. فلو ما تعاملناش مع الوحدة دي صح هتتحول لنقص، والنقص هيتحول لجوع عاطفي، والجوع العاطفي هيخلينا ناكل من الزبالة، ولما ناكل من الزبالة ده هيجيب لنا تسمم نفسي، مش هنبقى بنحب نفسنا، مش هنبقى بنثق في نفسنا، قيمتنا هتقل، مش هنعرف ندخل علاقات صحية، ولا هنبقى عارفين نعيش بدون علاقة في حياتنا، وعايشين بس على العلاقات الفيك المؤقتة. كده عرفنا إن المشكلة هنا بعنوان مش عارفين نتصرف مع الوحدة. أي مشكلة عشان نحلها بجدارة لازم ندركها، حتى يقولك إيه، اعترافك بالمشكلة هو نص الطريق لحلها، يعني نعرف إيه السبب ونفهمه. وزي ما اتكلمنا كتير في أول الحلقة، المشكلة هي النقص اللي نابع من جوانا، النقص والجوع اللي جواك أو اللي جواكي، فأنت أو أنتي السبب. فما تجوش بقى ترموا المشكلة على الناس، تقولوا والله الرجالة كلهم توكسيك، والله الناس بقت وحشة، والله النسوان ملهمش أمان. لا يا بابا، انت كده بتعمل إسقاط لمشاكلك، المشكلة بتاعتك انت والعيب فيك انت. تاني حاجة بعد إدراك المشكلة وهي إن احنا نغير تفكيرنا عن الوحدة. الوحدة دي اللي بتختارنا يعني هي بتكون من عند ربنا، ربنا بيقول لك في حاجة غلط، خد بالك. سمعت في بودكاست ديني إن ربنا بيحب عباده جدا، فلما واحد من عباده بيتعلق بشخص تاني وبيرمي على الشخص ده رغباته واحتياجاته، ربنا بياخده منه، علشان يقول لنا ايه، ان الانسان اللي انت تعلقت بيه ده هيروح ومش هيفضل موجود غير ربنا الاولى بتعلقك وحبك، وانك ترمي عليه احمالك ورغباتك واحتياجاتك. فلما ربنا ياخد منك حاجة انت بتحبها يبقى في مشكلة، يبقى في حاجة غلط. ممكن مثلا تكون اتسحلت في الحياة اللي انت فيها والناس اللي حواليك ونسيت ربنا ونسيت نفسك، فلا يا حبيبي، اقعد كده على جنب لوحدك، راجع امورك، ظبط نفسك، شوف انت قصرت في ايه مع ربنا وقصرت في ايه مع نفسك، وتبقى ايه، انطلق للحياة تاني. او ممكن مثلا يكون اللي حواليك كلهم وحشين، فلا برضو يا حبيبي اتهد كده واقعد على جنب واختار الناس الصح. فاعرفوا ان الوحدة معناها ان في حاجة غلط، انك لازم تقوم تتصرف، لازم تستغل الوقت اللي انت فيه ده، ما تقعديش بقى تتنطط لي من علاقة لعلاقة، انت كده هتفضل محبوس في الوحدة ومش هتغير حاجة، انت كده عمال تغلوش على دماغك بس. في حاجة غلط ولازم تحلها،
شوف أنت إيه الغلط في حياتك وقوم حله. تالت حاجة وهي إن الجوع العاطفي بيزيد مع الفراغ. اشغل وقتك. الوحدة اللي أنت فيها دي وقت كبير جدا 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 ليك. لما تكون في علاقة فأنت بيتطلب مجهود وبيتطلب وقت، أيا كان نوع العلاقة، صداقة أو حب. فأنت دلوقتي لوحدك، اعمل كل حاجة نفسك فيها وفي الوقت اللي أنت عايزه. اتمرن رياضة جديدة، اتعلم حاجة جديدة، سافر، اعمل نشاطات مختلفة. على فكرة الحاجات دي هترميك على ناس تانية، ويمكن من الناس التانية دي تلاقي حد شبهك فعلا، وتلاقي الوسط اللي انت تستاهله، وتبدأ الوحدة بتاعتك تتفك. فانت لازم تستغل وحدتك. رابع حاجة وآخر حاجة، إنك لازم تعرف قيمتك وتحط في دماغك حاجة واحدة بس، إن الجوع العاطفي هياخدك لناس وحشة وأماكن وحشة، هياخدك لحاجات مؤقتة أنت ما تستاهلهاش وحاجات مش حقيقية زي المخدرات كده. تأثيرها في ساعتها حلو، لكن بعدها بيدمرك، بيدمر حياتك. فلما تلاقي نفسك رايح تترمي في علاقة عشان تملى النقص اللي جواك، اعرف إنك هتتأذى أذية جامدة جدا، لأنك بتعمل حاجة غلط، حاجة مش مبنية على أساس صحي وسليم. حتى يقول لك إيه، إن العلاقات بتاعت ال3 شهور وجعها أكبر من العلاقات اللي قعدت سنين. وده بسبب إنك فعلا بتهين نفسك وبتستنفذ جدا في تلك العلاقة الكاذبة الغير حقيقية. اعرف قيمتك كويس، واعرف ان الاحساس اللي انت بتحسه ده بيخليك عايز تكلم حد، او مش عارف تعيش من غير ما تكلم حد او حد يهتم بيك. ده احساس غلط، احساس كذاب، احساس عقلك بينتجه عشان يحاول يهرب من المسؤوليات، وانك فعلا في غلط في حياتك لازم تنجد نفسك منه. انت تستحق حد يقبلك بعيوبك، تستحق حد يكون معاك طول العمر مش فترة مؤقتة. انت تستحق علاقة صحية. انتوا نسيتوا يعني ايه علاقة صحية؟ علاقة صحية يعني ان انا احب حد او اعجب بيه وانا جوايا شخص نظيف، شخص متأقلم مع وحدتي، متأقلم مع حياتي، سوي نفسيا. علاقة صحية يعني احنا نتكلم مع بعض في الاول بالراحة، بهدوء، مش اول ما نتعرف يبقى في حب وغيرة وعشق وغرام. ما ينفعش الكلام ده. بعد كده يبقى في وضوح، انا عايز من البنت دي اللي احنا نرتبط ونتخطب ونتجوز. الوضوح معناه احترام. انا لو مش بحترمك، او انا مش بقولك انا عايز ايه منك، او شايف ايه، شايفنا فين بعدين، يبقى انا كده مش بحبك، انا بتسلى. بعد كده العيوب بتبان، ومش بس بتتقبل بل بتتحب كمان. اما المشاكل فما ينفعش من اول مشكلة كل واحد يروح لحاله. دي برضو حاجة معناها إن العلاقة دي مبنية على الولا حاجة، على النقص. المشاكل بتتحل وتخلينا نفهم بعض ونعرف نعيش مع بعض. هي دي العلاقات السوية، العلاقات الناجحة، العلاقات الصحية. أنا كنت ضحية الجوع العاطفي، كنت بترمي في علاقات سيئة بسبب إن حد قال لي كلمة حلوة، بسبب إن حد اهتم شوية، بسبب إن قضيت وقت لطيف. بس لما أجي أطلع عيوبي، لما أجي أتكلم في مسؤولية تجاه هذه العلاقة، ما بتقبلش، الناس بتمشي. فده بيحسسني ان انا ما استحقش، ان انا وحش. الناس مش عايزة حتى تكون مسؤولة معايا او تتحمل عيوبي. لما لقيت ان اللي حواليا في علاقات كويسة مبنية على المشاكل اللي هم فيها ومبنية على العيوب ومكملة، أدركت إن أنا بعمل حاجة غلط. ولما فهمت يعني إيه جوع عاطفي، لما فهمت إن النقص هو اللي بيحركني، أدركت أكتر إن أنا بعمل حاجة غلط. فقعدت لوحدي وكرست نفسي لوحدي، وقعدت أفهم إمتى العلاقة تكون غلط وإمتى العلاقة تكون صح، وإمتى أبعد وإمتى أقرب. ودي حاجات واضحة جدا واتكلمت عنها كتير قوي في فيديوهات سابقة، ادخلوا شوفوها. وعملت حاجة أنا بحبها قوي، عملت اليوتيوب. اليوتيوب ده أنا باعمل فيه الحاجات اللي أنا نفسي أعملها في أي علاقة، هو يعتبر أنيس وحدتي. أنا باتكلم على اللي أنا شُفته في حياتي، واتعلمت منه إيه، وحسيت فيه بإيه. حتى لو تاخدوا بالكم الموقفين اللي أنا حكيت لكم عليهم في الأول دول، أنا ما حكيتهمش لحد، تقريبًا يعني أنا ما حكيتهمش لحد خالص. وفي ناس بتستفاد من ده، وفي ناس بتنبسط، وأنا بافرح، باعمل حاجة باحبها، باتكلم وباعبّر عن رأيي، وبادّي للناس وبافوّقهم، لإني أنا فعلًا كنت محتاج اللي يفوّقني. فأنا باعمل حاجة فعلًا أنا باحبها، ولولا الوحدة أنا ما كنتش هاعمل كده. لو أنا فضلت أترمي من علاقة لعلاقة، أقعد أحكي لده شوية وأحكي لدي شوية وأحكي لمش عارف مين شوية، ما كنتش هاعمل يوتيوب خلاص. ما أنا باطلّع اللي جوايا للناس. والصراحة أنا لسه في الوحدة دي، يمكن عشان أنا لسه مش جاهز كليًا، لسه مش في المكان المناسب ليّا، لسه مع الأشخاص اللي مناسبين ليّا. أنا نفسيًا من جوّه مش جاهز للحاجات اللي ربنا محوّشها لي.
فأنا قاعد أهو باكتشف نفسي وباعيش وأشوف إيه اللي هيحصل. فأرجوكم، أرجوكم، أرجوكم بلاش تقعوا في سجن الجوع العاطفي، ما تخلّيهوش يسيطر عليكم، اعرفوا يعني إيه علاقات سوية وابحثوا عنها، واعرفوا سر أو سبب الوحدة اللي أنتم فيها إيه وحاولوا تصلّحوه، وحاولوا تقرّبوا من ربنا، وحاولوا تشوفوا الدنيا حواليكم ماشية إزاي وتضبّطوها. أتمنى تكونوا اتف ات است أتمنى تكونوا استفدتوا، وأنا بقى محتاج أروح أنام بجد.